نظبط المسائل، الدنيا تمام. تعالوا نتكلم بالعقل بما انه مركون بقاله حبة حلوين. خليني اسألك سؤال وهديك كام ثانية تفكر فيه، بس من غير ما ترد عليا، اوكي؟ جاهز؟ طيب تقدر تقولي الفترة اللي فاتت دي كلها كانت بتمثلك ايه في حياتك؟ يلا معاك 10 ثواني تفكر فيهم. حاسس ان الايام كلها شبه بعضها بتتألم، وحاسس ان محدش معاك في ده على الرغم من وجود بعض الاشخاص حواليك. حاسس انك مش كفاية، وده بسبب انك قدمت كتير قوي لانه ما كانش كفاية. وحشتك قوي نفسك القديمة واللي ما كانش بيهمها اي حاجة، كانت بتعمل اي حاجة في اي وقت، بتحاول ترجع حياتك الطبيعية من تاني، بتحاول تستعيد نفسك القديمة. وحشتك اصحابك، الناس اللي كانوا متقبلين منك اي حاجة وزي ما انت، غير انهم لما كانوا بيقعدوا معاك مش عايزين منك اي حاجة غير انهم يشوفوك مبسوط وخلاص، وبرضو انت كذلك. وحشتك ايام ما كانت المعادلة موزونة صح، اللي طالع على قد اللي جاي. انا كمان وحشتني الايام دي. بتيجي تبص على نفسك دلوقتي، انا فين من كل اللي كان موجود ده؟ ويا ترى ايه اللي حصل؟ حاسس ان الموضوع في يوم وليلة كل حاجة اتغيرت. معنتش زي الاول، معنتش حيوي زي الاول، معنتش انت. وده اللي مخليك تايه في الفترة دي، معنتش عارف ايه اللي المفروض تعمله. طب هي الفترة دي هتستمر على كده؟ افكار كتير كتير بتؤدي الى انك قاعد في مكانك، ما بتتحركش، ما بتحاولش حتى. طب السؤال الجميل هنا بقى، هل اللي انت بتمر بيه، المشاعر اللي انت بتمر بيها دي كلها، هل هي غلط؟ ما ينفعش انك تحس بده، او ما ينفعش انك تمر بده اصلا؟ لا طبعا، ما تبقاش انسان. بس الفكرة هنا توجيه المشاعر بتاعتك بشكل ما يضرش بيه نفسيا على المدى البعيد يعني. طيب وده عن طريق ايه اصلا؟ اعمل كده ازاي يعني؟ عن طريق ايمانك وادراكك الكامل بان الحب والمشاعر ما هي الا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، يعني من ضمن آلاف الآيات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. جرب كده انت تخلو بنفسك في مكان انت بتحب تقعد فيه، بص للسماء وتأمل، تأمل كل حاجة حواليك بشكل دقيق وعميق. تأمل عظمة الخالق في تشكيل كل الحياة اللي موجودة حواليك دلوقتي. هتحس انك كنت حابس نفسك في دايرة مغلقة، انك كنت حارم نفسك من كل اللي حواليك ده. ساعتها هتعرف ان الدنيا دي مغامرة مليانة، ان اللي جاي اكتر من اللي راح بكتير، وان الحياة عمرها ما هتقف على شخص معين، وانك زي القطر، الناس في حياتك محطات، كل واحد فيهم موجود علشان يعلمك درس. فلان كان موجود معاك محطة، وفلان التاني كان موجود معاك 3 محطات، وفي شخص هيقعد معاك 10 محطات، بس كلهم هينزلوا في محطة معينة علشان يكملوا حياتهم، وانت مكمل. بتمنى لك حياة مليئة بالحياة. كان معكم سعيد أشرف. سلام.